هل تخيلت يوما أن تمثال صغير يمكن أن يحكي قصة انتقام إلهي؟ قبل أن أطلعك على التفاصيل، اكتب توقعك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والمتابعة، وشارك الفيديو ليصلك كل جديد، فالقصة أغرب مما تتصور. هذا التمثال الصغير مصنوع من الخشب المذهب يصور الملك توت عنخ آمون مرتديا تاج الوجه البحري الأحمر، واقفا في زورق بردي صغير مطلي باللون الأخضر ومذهب لتظهر تفاصيل البرد. لكن أكثر ما يثير الدهشة هو أن التمثال يظهر الملك في شخص الابن حورس المنتقم لأبيه وفق أسطورة إيزيس وأوزوريس، مستعدا لقذف الرمح على عدوه ست، الذي يجسد هنا في هيئة فرس نهر أو تمساح. والمفاجأة أن توت عنخ آمون يمسك بسلسلة ملفوفة من البرونز ليقيد حيوان ست بعد طعنه، كأن أسطورة انتقام الآلهة قد تجسدت في هذه التحفة الصغيرة. عثر على التمثال داخل صندوق مصبوغ باللون الأسود ملفوفا بالكتان في مقبرة الملك الذهبي، وهو اليوم معروض في المتحف المصري الكبير، شاهدا على مزيج من الفن والأسطورة والسلطة الملكية. كل تمثال من كنوز توت عنخ آمون ليس مجرد قطعة فنية، بل قصة تروى عبر آلاف السنين. تابعني وشارك الفيديو ليصلك كل جديد، فكل قطعة تحمل سرا أغرب مما تتصور.